شهرين انفصال ورجوع مفاجئ، عايزين ابنهم يتربى بينهم وبتطالب الناس تدعي لهم بالسعادة. تفاصيل عودة جوري بكر لزوجها بعد الانفصال السريع. بعد شهرين بس من الانفصال اتصدرت الفنانة جوري بكر ترند على منصات السوشيال ميديا بخبر عودتها مرة تانية لزوجها وابو ابنها، بعد ما اعلنت جوري الخبر ونشرت صورة ليهم على حسابها في موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام. علقت جوري بكر على الصور وكتبت: تم الصلح بيني وبين زوجي وابو ابني واتمنى للناس تدعي لنا بالسعادة والبركة. علاقة جوري بكر وجوزها محل جدل كبير من أول ما أعلنوا جوازهم، وفي كل مرة بيظهروا فيها مع بعض. كانت جوري قبل شهرين أعلنت انفصالهم رسميا من خلال ستوري نشرتها على انستجرام، كتبت فيها: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع. الحمد لله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش جبل يتحمل. كلام جوري بكر كان أثار التكهنات عن وجود خيانة من جوزها، لأنها بتقول استحملت اللي مفيش جبل يستحمله، والناس قالت حسد وخناقات اول سنه جواز. لكن على كل حال تم الصلح ما بينهم ورجعت المايه لمجاريها. ودي مش اول مره يتم اعلان انفصال جوري بكر عن زوجها، فقبل الانفصال الرسمي كان في اعلان انفصال اتكتب على حسابها ونشرت ستوري قالت فيها: وجعل بينكم موده ورحمه. تم الانفصال بيني وبين زوجي المحترم، ومش عايزه حد يتواصل معايا في اي تفاصيل لاني مش هرد. لكن جوري بكر بسرعه نفت الكلام ده وقالت ان حسابها اتهكر وعلاقتها بزوجها مستقره وكل حاجه زي ما هي. كتبت وقتها في منشور تاني قالت فيه: انا مش قادره اتكلم واعصابي تعبانه، شكرا جدا لكل الناس اللي تواصلت معايا، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد او واحده عايزين ينتقموا مني بالطريقه القذره دي. كل ده بالتزامن مع حملها في مولودها الاول تميم. وكانت جوري بكر اتكلمت عن جوزها قبل كده وقالت انه رجل اعمال من خارج الوسط الفني، اتجوزوا في مارس 2023 في حفل زفاف اسطوري في اسكندريه من غير حضور اعلامي ولا دعايه. دايما جوري كانت حريصه انها تخفي هويته عن السوشيال ميديا عشان تحافظ على خصوصيته. كان دايما بيدعمها خلال تصوير مسلسل جعفر العمدة، واللي كان بيعتبر مرحلة انتقالية في حياتها، حتى انها كانت حامل في ابنهم الاول تميم خلال التصوير، وما قالتش عشان ما يأثرش على اهتمامها بالعمل ولا حد يقلل منها خلال التصوير. جوري اتخطبت له في سبتمبر 2022 ونشرت وقتها مقطع فيديو من الخطوبة عبرت عن قد ايه هي مبسوطة وسعيدة، وعلقت وقالت: خلاص قلت لحب حياتي. فستانها كان من توقيع سماح مهران ومكياج مي البيهي، وعلقت على اطلالتها وقتها وقالت: انا لو قعدت عمري كله اشكركم على اجمل يوم في عمري مش هوفيكم حقكم، ما نتحرمش منه. وطول الوقت جوري بكر بتنشر صور ليها مع ابنها تميم وبتعبر عن قد ايه هي بتحبه وممتنه لوجوده، ودايما بتقول عليه بطلهم الصغير اللي ملى حياتهم بالضحك. كل لحظه معاه كنز، وانها وابوه فخورين بيه جدا. وشاركت جوري في رمضان اللي فات في مسلسل مسار اجباري مع الفنان احمد داش وعصام عمر وصابرين، من تاليف باهر دويدار واخراج نادين خان.